هل انا لازم عشان ابدا بيزنس اشوف السوق محتاج ايه، ولا اشوف انا شاطر في ايه؟ طب ما نعملها بحاجتين، اللي انا شاطر فيه ده السوق محتاجه ومحتاجه ازاي. طب ولو السوق مش محتاجه وانا مش طب شاطر في خلينا حاجه نقول تانية؟ حاجه، في بقفلها فرق. لك. لا بالعكس، ده سؤال جميل جدا. اصل الاسئله دي بتجيلي. طب هقول لك حاجه، في فرق بين الفكره والفرصه الاستثماريه. اوكي. يعني ايه فكره؟ انا عندي فكره جميله حلو. بس دي ما تنفعش تتباع. امم. يعني ببساطه ما حدش يجي يدفع فيها فلوس. حلو. دورنا احنا ككونسلتنت او كونسلتيشن ايجنسي او ناس بتوجه اصحاب المشاريع، ان انا احول الفكره دي لفرصه استثماريه، اجيب اوكي. حاجه تخلي العميل يدفع فيها فلوس. تدور بقى على اليو اس بي اللي ممكن تضيفه على الفكره فتخليها اليو اس بي. وبعدين في حاجه تانية، ازاي العميل يقدر يران ده؟ يعني ممكن تكون فكره كويسه جدا ودي حصلت معايا، لكن العميل ما عندوش القدره ان هو ينفذها ده حقيقي. كاكسبيرينس او فند. ده حقيقي. سواء اكسبيرينس دي مشكله كبيره جدا او فند، ولازم العميل يكون صريح معايا. يعني انا لقيت عملاء مثلا هقدر ممكن اكسبيرينس لكن فند لا. احنا كنا شغالين على فكره في 2019 2020 يمكن الاولى من نوعها حقيقي، والعميل مقتنع جدا، لكن اللي وقفنا وخلى المشروع يخسر الفند. ما هو ما كانش صريح معايا. هو ما كانش صريح. الفلوس، ما احنا عشان كده بنقول لهم اوكي، ما هو انا الفلوس لازم دي هنجيبها منين؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا جالي عميل عايز يعمل شركه تصدير اوكي. خضار وفاكهه اورجانيك ودرجه اولى اللي هي منتجات التصدير. فكره كويسه. انا قبل ما باخد مشروع من اي عميل لازم ادرسه. يعني انا كل مشروع باخده لازم ادرسه الاول. يعني انا درست مشاريع كتيره جدا واشتغلت في حاجات انا ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام يبقى عندي معلومات عنها. فالعميل ده جينا ودرسنا الموضوع وكل حاجه، قلت له انت معاك كام؟ قال لي انا معايا اكس. اوكي. قلت له اكس اللي معاك ده هي شحنه، وارد ان الشحنه ما تتقبلش، هنعمل ايه بعديها؟ انت خسرت فلوسك كلها. صح. طب ازاي نحول الفكره اللي عندك لفرصه استثماريه ما تشتغلش معاك على فند كبير؟ هنعمل ايه؟ حولنا الفكره دي لشغل انترنال اونلاين ستور بيبيع الخضار والفاكهه، منتجات الدرجه الاولى، منتجات الاورجانيك انترنال في مصر. حلو. هنا هو ما دفعش ثمن المنتجات، هو بيجي الاوردر بيدفع اونلاين وهو بيجهز الاوردر يومين في الاسبوع، وبيبدا ان هو يتفق مع شركه توزيع او شركه دليفري وهكذا. ده احنا خدنا حوالي 35% من الفند اللي ما اشتغلنا بيه كتاسيس وتسويق والكلام ده كله. وده هيران بعد سنتين لو مشي بنفس البلان ان هو يقدر يصدر. لكن الفكره كلها ان انا سيف الفند اللي معاكي واحميكي من مخاطر انا متوقع انها تحصل، لكن في مخاطر احنا ما بنبقاش متوقعين. طبعا فور شور. يعني زي ما حكيت لك على موضوع الاوبك، موضوع الدولارز والفيز والكلام ده كله. هنا بقى المرونه، اللي انا ممكن اعمله جديد يخليني اشتغل وهان البيزنس بتاعي. هتهز، هخسر، لكن ما اخسرش كتير. اوكي. ما بقاش متوقف تماما، او ما الحق يبقى عندي ثقافه ان انا على الاقل مش هقول ان انا اعمل بريك ايفن او ان انا اجيب مصاريفي، يبقى هامش ربحي اتاثر بس ما تاثرش قوي. نرجع للفلوس.